النهاردة هنتكلم عن قصة مش كل الناس ممكن تكون عارفاها. يبان عن القصة في الأول إن هي عادية خالص والتفاصيل بسيطة من غير ما نخش في تفاصيل كتير. بس القصة دي كان ليها أحداث كتير جدا وأقاويل أكتر بكتير. تعالوا نشوف مع بعض هي إيه بالظبط، وإيه التفاصيل الغامضة اللي حصلت فيها اللي مش متداولة كتير ما بين الناس، وكل حاجة بالتفصيل. سفينة تايتانيك، الحلم اللي اتحول لكابوس. في بداية القرن العشرين العالم كله كان بيعيش في حالة تطور سريع. اختراعات جديدة، كهرباء وتكنولوجيا بدأت تظهر، وكان في سباق بين الدول والشركات علشان يثبتوا انهم الافضل. وفي وسط كل ده طلعت شركة اسمها وايت ستارلين وقالت احنا هنبني اكبر سفينة ركاب في العالم، وهتكون افخم حاجة اتعملت في التاريخ، وهنسميها تايتانيك. تايتانيك ما كانتش سفينة وبس، دي كانت مدينة عايمة على المية، فيها أكتر من 2200 راكب مقسومين على 3 مستويات، من أغنى أغنياء العالم اللي كانوا ساكنين في أجنحة فيها سلالم ورخام وأكل و5 نجوم، لناس بسيطة غلابة راكبين في الدور اللي تحت علشان يوصلوا لأمريكا ويحاولوا يبدأوا حياة جديدة هناك. الناس كلها كانت فرحانة ومبهورة، والإعلانات كانت بتقول إنها السفينة اللي ما بتغرقش، لدرجة إن في واحد من كبار المهندسين قال جملة شهيرة: ولا حتى ربنا يقدر يغرقها. حاشا لله طبعا. ودي الجملة اللي ناس كتير قالوا إنها كانت بداية اللعنة. السفينة اتحركت يوم 10 إبريل 1912 من إنجلترا ورايحة نيويورك، وعدت على فرنسا وبعدها أيرلندا، وكانت الرحلة ماشية تمام لحد ما حصل اللي محدش متخيل: الكارثة، لحظة الغرق. في ليلة 14 إبريل الجو كان برد والمية كانت هادية، بس كانوا محذرين الكابتن من وجود جبال تلج كبيرة في الطريق. ورغم التحذيرات السفينة فضلت ماشية بسرعة عالية علشان يوصلوا أسرع ويقصروا الأرقام القياسية. وقرب نص الليل السفينة خبطت في جبل تلج كبير، وفي أول لحظة الناس محستش بحاجة، بس بعد شوية بدأت المية تدخل من تحت في 7 أماكن مختلفة من جسم السفينة. المهندسين قالوا للكابتن السفينة مش هتستحمل، دي هتغرق خلال ساعات. وفعلا بدأ الهلع، والمشكلة الأكبر بكتير: عدد قوارب النجاة ما كانش يكفي نص الركاب، لأنهم كانوا متخيلين إنهم مش هيحتاجوها، فما جابوش معاهم مراكب كتير. الناس جريت، والستات والأطفال الأول طبعا، والرجالة كانوا بيتخانقوا علشان يركبوا القارب ده. وفي وسط الدوشة دي كانت الفرقة الموسيقية بتعزف لحد آخر لحظة. المشهد ده خلى الكارثة تتحول لأسطورة حزينة في التاريخ. في خلال 3 ساعات السفينة كانت اختفت تماما في قاع المحيط، وبعدها أرواح أكثر من 1500 شخص، منهم رجال أعمال كبار، مهندسين وأطفال. وكانت مأساة بجد، والعالم كله صحي تاني يوم على خبر مرعب. بس بعد الحزن والدموع بدأ يظهر سؤال غريب: هل في لعنة وراء سفينة تايتانيك؟ لعنة الفراعنة، السر المدفون في أعماق البحر اللي ناس كتير ما اتكلمتش عنه وما قالوش عنه شيء. وفي بعض الناس بتظن إن هو السبب، وفي ناس تانية بتقول إن دي مش حقيقة. لعنة الفراعنة والسر المدفون في أعماق البحار، تعالوا نشوف الموضوع. من زمان والناس بتتكلم عن لعنة الفراعنة، خصوصا بعد ما اتفتحت مقابر ملوك مصر القدامى. ناس كتير من علماء الآثار ماتوا بعد ما دخلوا المقابر أو حصل لهم حاجات غريبة، وبدأوا يقولوا إن الفراعنة فعلا سايبين لعنات علشان محدش يقرب من أسرارهم. وفي حالة تايتانيك ظهرت إشاعة كده غريبة بتقول إن على متن السفينة كان فيه تابوت فرعوني قديم جاي من مصر ومتغلف كويس جدا،
وكان المفروض يروح لمتحف في أمريكا كهدية أو لمعرض. الناس قالت إن التابوت ده خاص بكهنة مصر، وكانت مدفونة ومعاها تمائم سحرية ونقوش بتحذر إن أي حد هيزعج راحتها هتقلب عليه الدنيا. وفي ناس حلفوا إن التابوت ده من وقت ما طلع من مصر وكل شخص اتعامل معاه حصل له مصيبة بسببه. واحد مات في حادثة وواحد تاني اختفى وآخر فقد عقله. وفي إشاعة كمان بتقول إن التابوت كان راكب تايتانيك في مخزن البضائع، وإن حتى الطاقم حسوا من أول يوم إن في حاجة غريبة بتحصل، حاجة مش طبيعية، زي أبواب بتتفتح وتتقفل لوحدها وأصوات مش مفهومة وشعور بالخوف من غير سبب. هل ممكن تكون اللعنة وصلت للسفينة وغرقتها؟ ولا كله كلام وخيال ناس بتحب الدراما؟ بين الخيال والحقيقة، هل الفراعنة فعلا وراء كل اللي حصل؟ لحد النهاردة مفيش أي وثائق رسمية بتأكد وجود تابوت فرعوني على تايتانيك، بس زي ما بنقول دايما مفيش دخان من غير نار. الغريب بقى إن بعد 10 سنين من غرق السفينة تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وبدأت لعنة الفراعنة تنتشر أكتر لما ماتت ناس كتير من اللي شاركوا في حفر توت عنخ آمون، ومنهم علماء الآثار زي كارتر اللي مات بعد فتح القبر ومعاه مساعدينه وحتى ناس من عيلته. فبقى في إيمان عند ناس كتير إن فعلا في قوة خفية بتحمي أسرار الفراعنة، وإن أي حد يحاول سرقة أو يمس حاجتهم بيحصل له مصيبة مهما كان بعيد. تايتانيك فضلت قصة غامضة، وكل ما يمر الزمن تطلع عنها نظريات أكتر. هل هي لعنة؟ وهل إهمال بشري هو السبب؟ ولا غرور ناس افتكروا إنهم أقوى من الطبيعة؟ زي ما بيقولوا في أعماق البحر في أسرار مدفونة، ويمكن الفراعنة سايبين بصمتهم هناك برضو. تعالوا نكمل، ودي أهم حاجة بالنسبة لي. أنا فاكرة كويس قوي الجملة اللي أنا قلتها في الأول، جملة المهندس اللي قال ربنا يقدر يغرقها. جملة تقيلة جدا، جملة كأنها تحدي مباشر لقدرة ربنا. ناس كتير شافوا إن اللحظة دي كانت بداية النهاية، لأن ربنا عمره ما بيتحدى حد، وما ينفعش إن احنا نتحداه، وما ينفعش يتقال عليه كده. ده حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى شاف عقاب ما حصلش زيه، زي ما قوم نوح برضو اتغروا، وزي ما قوم عاد وثمود اتدمروا بسبب غرورهم الدائم. ودايما الغرور هو بيكون أول خطوة للهلاك. تايتانيك ما كانتش مجرد سفينة، كانت رمز للكبرياء الإنساني والغرور اللي وصل لدرجة إنهم فاكرين إنهم أقوى من الطبيعة وأقوى من اللي خلق الطبيعة وأقوى من القدر. بس الحقيقة لا التكنولوجيا ولا الفخامة ولا أموال تقدر توقف كلمة كن فيكون. وفي لحظة السفينة اللي كانوا بيقولوا مستحيل تغرق، اللي كان عليها كل أنواع الفساد اللي في الدنيا، غرقت واتدفنت معاها أحلام وغرور وحاجات كتير بدون تفاصيل، وجملة مش المفروض كانت تتقال أبدا معاها. وربنا بيورينا دايما غرور إنك تتغر في نفسك وتفتكر إن أنت بقيت أعظم حد. من تواضع لله رفعه ومن تكبر قسمه. والعبرة مش في الغرق، العبرة إننا ما نكررش نفس الغلط ولا ننسى إن قدرة ربنا فوق أي عقل أو إنجاز. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، منسوش لايك وتقولي رأيكم، ولو حد عايز يقول أي رأيه في الموضوع. شكرا، مع السلامة.